بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ما من قناة اكلات ويوميات ما. النهارده بقى الفيديو جديد، وكمان باقي تجهيزات العيد بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلص خلاص، النهارده الوقفة. وصراحة الفيديو ده كنت عاملاه قبلها بيومين ونسيت انزله، فافتكرته ونزلته النهارده. المهم يا بنات، البوتفور بتاع النهارده احنا عملنا الكحك والبسكوت ونزلت معاكم بالمقادير وكان طعمه حلو جدا. النهارده عملنا البوتفور وهنزلكم بالمقادير اللي انا بعملها كل سنه، وده بيبقى ده الحاجه اللي انا على طول متعوده على المقادير ديت وما بغيرهاش. وكان بيبقى طعمه حلو جدا ودايب، تحطيه بقه كده يدوب من حلاوته. هنخش بقى على المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا بعمل كيلو دقيق واحد، وكمان 700 جرام زبدة، وكمان 350 جرام او 300 جرام للي ما بيحبش السكر كتير سكر، واربع بيضات، وكيس بيكنج باودر او معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكمان كيسين 3 فانيليا. عايزين تعملوا يا بنات في طريقة تانية، مثلا كيلو دقيق عليه 500 جرام زبدة، بس هتعملوا 4 بيضات، بيضة واحدة كاملة و3 صفار بيضة، عشان يعدلك المسألة ويبقى الحاجة يبقى دايب معاكي، لان الصفار بيدوب او بيخلي البيتفورايه معاكي ناعمه او دايبه. المهم هنضرب بقى السكر مع الزبده كده لغايه ما تبقى اللون بتاعها يفتح يعني. عندك بقى مضرب، عندك عجان، عندك ايدك اللي ربنا خلقها لك، ده المضرب الرباني اللي ربنا رزقنا بيه، يعني المضرب بتاعي بايظ فقلت اعمل بايدي. هو صراحة عايز مجهود وعايز تعب، وكمان بقى عايز صحة، يعني اللي عنده صحة كده ينزل بقى يضرب بيه. انا كنت بضرب شوية واريح شوية، اضرب شوية واريح شوية لغاية ما ربنا اكرمني وعملته. ضربنا الزبدة مع السكر لغاية ما لون الخليط بتاعك يفتح، يبقى زي الكريمة كده ويبقى جميل. هننزل بقى بالبيض معانا ونحط عليهم الفانيليا وهنضربهم مع بعض. طبعا البوتفور زي ما انتم عارفين ما بياخدش اي سوائل، احنا بنضرب السكر مع الزبده مع البيض وننزل بالدقيق لغايه ما العجينه تتماسك معانا. ويا بنات الدقيق على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، على حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه. قلت كام مره المعجنات بالذات الدقيق بتاعك بنظر عينك، يعني في دقيق بيقبل وفي دقيق ما بيقبلش، فحسب الدقيق بتاعك نوعه ايه وشكله ايه وجودته ايه. فريح دماغك، ولو انت مش واثقه من الدقيق اللي انت بتعمليه اشتري دقيق مخصص للكحك والبسكوت والحاجات دي كده، فبيبقى حلو. خلاص بقى ضربنا كده البيض ولغايه ما الخليط كله تجانس مع بعضه، هنحط حطينا الفانيليا، هنبدا بقى ننزل بالدقيق والبيكنج باودر وذره ملح صغيره بتعادلك بس اي زي سنه كده. وهنخلط، طبعا ما فيش عجين ولا اي حاجه، احنا بنخلط الدقيق مع الخليط بتاعك لغايه ما تحسي ان العجينه كلها تماسكت مع بعضها وما فيش دقيق موجود. حتى لو ملاحظين انا ما بحطش الكميه كلها على بعضها، انا بشوف الدقيق بتاعي برضو، انا اي نعم شاريه وكل حاجه، بس برضو ما تضمنيش. بشوف حاجه حاجه كده لغايه ما العجينه تبقى مظبوطه معايا. وخايفه يا ستي او اول مره تعمليه، اعملي واحده وجربيها في فرن البوتاجاز، شوفيها تفرش معاكي، شوفيها عايزه حاجه حلوه ناشفه دايبه، انت هتبقي تحكمي فيها. فجربي واحده زي ما كنا بنعمل زمان كده، كانت امي تقوم عامله مثلا شويه تجرب فرن البوتاجاز مظبوط، يبقى خلاص الحمد لله. يعني حاجه ناقصاه بتظبطه قبل ما تبدا تسويه الحاجه. عندك بقى كيس حلواني، عندك المكنه بتاعه البوتفور، عندك من غير حاجه خالص ممكن تعمليه بالبلبله بس بتاعه الكيس، في اي طريقه انت عايزاها. زي ما تبقى شايفين بدأنا نشكل، وكمان انا ما عملتش، انا عملت يمكن اول صينيه ديت، وبعدين سبت البنات هما كملوا مع نفسهم. وكان حلو جدا وطعمه حلو وريحته ما شاء الله كانت قلبة الدنيا بحالها. الاشكال بقى اللي انت عايزاها والاحجام اللي انت عايزاها، ممكن تكه واحده تبقى صغننه معاكي، ممكن تعملي تكتين تبقى كبيره، فانت على حسب الحجم والشكل اللي انت عايزاه. بس حتى المكنه مش عارفه زهقتني يومها، ما تطلع مره ما حلو، مره كبيره، مره رفيعه، مره تخينه، مش عارفه. بس الحمد لله انا انجزنا المهمه دي. بقى كانت بنتي، انا سبتهم ونزلت صراحه وهم كملوا لوحدهم. فيعني اشتغلي باي حاجه عندك، مفيش حاجه توقفنا طبعا. ديت هي بدأت تكمل، هي جابت القمع بتاع الكيس الحلواني وبدأت تعمل هي بيه اشكال كده. فصراحة انا بعمل عشانهم، فهم بقى يعملوا يتعلموا يفرحوا بالحاجات، هم بيحبوا الحاجات دي يعني وبيعملوا كده. انا بقى التزويق زي ما انا قلت لكم، انا زوقت بشوكولاته فرماسيه والمربى
وجوز الهند. ده اللي كان عندي وما اشتريتش حاجه من بره. صراحه انا كنت كل سنه بعمله بالشوكولاته الغامقه او شوكولاته بيضه وتزويق بقى وحاجات من دي، بس صراحه ما عملتش السنه دي لان برضو مش عامله كتير، وكمان الحاجه غاليه قوي يا بنات، فكمان اكتفيت بالحاجه اللي عندي في التلاجة. دول كان عندي شويه شوكولاته في مصيف التلاجة، وعندي جوز الهند من رمضان. المربى بس اللي ما كانتش عندي، وانا فجبت مربى على قد ما انا عوزت. قعدوا برضو عملت شويه وريتهم وهم كملوا الباقي. وكمان ما عملتش بقى غريبه لان ما حدش عندي بياكلها، فبصراحه فالحاجه اللي انت بتحبيها وعيالك هياكلوها تعمليها، ما فيش مش هياكلوها ما تعمليهاش، لان الاسعار بقت غاليه جدا وكل حاجه بتكلف الطاقه 10 مش زي الاول. يعني صراحه كنت بعمل كل سنه برضو غريبه وكل حاجه، كنت بعمل ما شاء الله كميه، مش هقولك مثلا عامله كوبايه دقيق او كوبايتين، وما كان بتنيها لغايه ما الكحك والبسكوت والبسكوت كله يخلص، وفي الاخر هي خلاص بتنيها، فما بقتش اعملها تاني لان محدش بياكلها وانا بتدبس فيها وكده يعني. فاحنا قلنا ايه نخف شويه من الحاجات ديت، فما عملتش الا الحاجه اللي عيالي بياكلوها وبس. هخلص بقى كل الكميه ديت وهنحطه في طبق تقديم كده حلو. وكمان الطبق اللي انا كنت حاطاه فيه ده كان طبق عندي قديم، كانوا جايبين فيه حلويات وكده وبايعين الحاجات دي ما برميهاش، بتنفع وشكلها بيبقى حلو في الحاجات دي جدا. وكمان غلفتها بورق سلوفان بورق استرتش، وكمان عينتها مع الحاجة بقى لغاية يوم العيد ان شاء الله نطلع الفطرة بتاعتنا ونبدأ بفيديو جديد معاكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، متنسونيش بقى افتحوا حلو من قلبكم ولايك وشير، وكل سنة وانتم طيبين كمان مرة. استودعكم بقى في بالله ان شاء الله. مع السلامة.